حابب اقول الكلمتين دول لنفسي ولكل واحد وواحده بيقول او بتقول يا رب اموت وارتاح بقى، انا زهقت من الدنيا واللي فيها، كله ضلمه وكرب وحزن وخنقه ومشاكل وابتلاء. اولا تمني الموت لضر مس الانسان منهي عنه، كما ورد في الحديث الصحيح عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه، فان كان لابد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الحياه شرا لي. بس على فرض ان مفيش نهي لتمني الموت، فانا حابب اسالك كام سؤال كده. اذا ربنا استجاب دعائك في الوقت ده، هل الموت هيكون راحه ليك او ليكي؟ او انت مجهز او انت مجهزه نفسك وعندك زاد يكفي رحلتك الطويله؟ طب لما الملائكه هيسالوك هتعرف تجاوب ولا هتقول ها لا ادري؟ والله الذي لا اله الا هو عذاب القبر مش هين. بص بقى يا اخي ويا اختي، خدوا مني النصيحه دي، سيبك خالص من حكايه يا رب اموت وما تفكرش ان الموت راحه. او لو فعلا عايز تقول كده تمام قول، بس اسال نفسك سؤال: هل اعمالك هتخليك مرتاح في قبرك؟ فلو الاجابه لا، يبقى لما تحصل لك مشكله ما تفكرش انها اعظم مصيبه تحصل في الكون، بالعكس لها رب كريم هيحلها. وبدل ما تقول كده خلي اي مشكله تقويك وتقربك من ربنا اكتر، وامل لليوم الاعظم علشان ساعتها تكون مرتاح فعلا، وقول يا رب ارزقني الصبر وهون عليا.